نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد مع برنامجنا فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء الطيب يسرنا ويسعدنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ دكتور حسن. حياكم الله شيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم. من خلال هذا المنبر العلمي وهذا المنبر الذي يهدف إلى بث الوعي وما يخدم إن شاء الله تعالى مفاهيمنا، هنالك أمر يتكرر وله أهميته في حياتنا، ألا وهو موضوع صيانة اللسان. هذا اللسان، الكلمة التي تخرج منه ليست صوتا عابرا فقط، وإنما هي مرآة الوعي وترجمان الفكر وميزان الأخلاق. الكلمة هذه أهميتها ومكانتها ربما رفعت إلى الدرجات العلى لصاحبها، وربما هوت به إلى درجات سفلى. وهذه الكلمة ربما قالت لصاحبها بعد أن تخرج دعني دعني. في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله نصل وإياكم حول حفظ اللسان وأهمية حفظ اللسان، وما جاء من هدايات القرآن والسنة في هذا الباب العظيم، حتى تكون وشائج الأخوة وما يعكر السفو غير حقيقة متاح وغير موجود. وهذا ما يدعونا إن شاء الله لننتبه لهذا الأمر العظيم. في بداية هذا اللقاء فضيلة الشيخ، لعلكم تبدأون لنا بفهم أن نصون اللسان وما جاء فيه من حقيقة من النصوص التي تؤكد على هذا المعنى الكبير في حياة المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الإنسان مخلوق كرمه الله سبحانه وتعالى، وجعل له السمع والبصر والفؤاد والجوارح، ومن هذه الجوارح جارحة اللسان. وهذه الجارحة سبحان الله تعد من نعم الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان. نعم. ومن خلالها يستطيع التعبير عن مراداته، والتعبير كذلك عن تصوراته، والتعبير عن مطالبه، والتعبير عن تطلعاته. فالإنسان تصور لو لم يكن هذا اللسان كيف سيكون حاله. هذه إشكالية كبيرة جدا، ولذلك غياب اللسان يتحول معه الإنسان إلى شيء آخر، وهو أن يكون أبكم، لا يستطيع التعبير بلسانه، ويلجأ بعد ذلك إلى ما يمكن أن يعرف بلغة الإشارة والأشياء التعبيرية الأخرى. إذن أول شيء لا بد أن ندرك بأن هذا اللسان من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. الأمر الثاني، هذه النعم إما أن تقابل بشكر الله تبارك وتعالى، وإما أن تقابل بكفره. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن تلتزم في هذه النعمة بما أوجب الله تبارك وتعالى عليك، وأن تجتنب كل ما حرم الله عليك في هذه الجارحة المعينة. فنحن مثلا الآن جارحة العين عندها مأمورات وعندها منهيات. جميل. جارحة الأذن عندها منهيات وعندها مأمورات. جارحة الأرجل عندها مأمورات وعندها منهيات، وهكذا. كذلك جارحة اللسان، الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللسان عليه مجموعة التزامات. نعم. لو نظرنا مثلا إلى مسمى الإيمان، تصور الإسلامي، ستلاحظ بأن اللسان وما يقوم به من النطق تعبير عما في القلب، وتعبير عما في التصور، وتعبير عما في الجنان. يا سلام. نعم. فشهادة أن لا إله إلا الله التي نفتتح بها إيماننا ونفتتح بها الدخول في هذا الدين العظيم تبدأ بكلمة. نعم. وهذه الكلمة هي تعبير، كأنما اللسان يغرف عما اعتنقه الجنان واعتقده والتصورات، فعبر عنها بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن لو لم يستطع أو لم يقل هذه العبارة وهو كان قادر عليها لا يحكم بإسلامه. صحيح. حتى لو كانت الجنان. لماذا؟ لأن الإيمان هو عبارة عن إقرار بالقلب، وعمل بالجوارح، ونطق بشنو؟ باللسان. أو في تعبير أكثر اختصار، قول وعمل. نعم.
قول وعمل. فلما جاءوا إلى القول جميل. قالوا قول القلب وقول اللسان. فاللسان أساس في عملية الإيمان والإسلام. إذن هذا اللسان وهو بهذه القيمة وبهذه الأهمية لابد أن يدخلنا أو ندخل إليه بمعنى أوسع، وهو معنى المسؤولية في التصور الإسلامي. بمعنى أن كل جارحة من جوارحي عليها مسؤولية، واللسان جارحة من الجوارح، ولا بد أن أدرك بأني مسؤول عن هذا اللسان. وبعض الناس سبحان الله يغفل عن هذه، حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل معنا حديث معاذ رضي الله عنه، حديث الطويل، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصاه بعدة وصايا قال: كف عليك هذا، وأمسك بلسانه عليه الصلاة والسلام. قال: أو محاسبون بما نتكلم به يا رسول الله. معنى هنا لم يكن كأنما معاذ مستغرب، يعني معقول كل ما نتكلم به سنسأل عنه؟ مش كده؟ والله عز وجل في القرآن الكريم أنه هذه مثبتة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن قد يغفل عنه الإنسان يكون عارف هذه الآية وحافظ هذه الآية، لكن تجده نهار كله يخرج من لسانه ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، سواء في قضايا الأحكام أو في قضايا العقائد أو في قضايا السلوك أو في العلاقات مع البشر، لم يكن ملتزما ومنضبطا بمنطق المسؤولية. فإذا نحن في هذا اللسان لا بد أن ندرك هذه المسألة الأساسية، وهي أننا مسؤولون عما يصدر من ألسنتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال معاذ: أو محاسبون ما نتكلم به يا رسول، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني وهل الناس أصلا تدخل إلى النار إلا مما تحصدها هذه الألسن؟ إذا موضوع اللسان إما أن يوردك إلى الجنة إن كان فيه طاعات، وإما أن يوردك إلى النار إن كانت فيه ذنوب ومعاصي والعياذ بالله. إذا موضوع الصيانة التي عنونت بها الآن أو تكلمت عنها في موضوع هذه الحلقة هو كيف يكون الإنسان مستشعرا للمسؤولية عن لسانه. عن كل ما يتكلم به فهو مسؤول، إن كان والله حسنات، إن كان خير فهو حسنات، وإن كان شر فهو سيئات. وبالتالي هذا المنطق، منطق المسؤولية، يكون بعد ذلك الضابط فيها أن إما أن يقول خيرا أو يصمت. هذا هو التوجيه الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن يعني نبين أولا إلى أن أهمية هذه الجارحة وأنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمرنا أن نشكره على ما أنعم به علينا. فكم من إنسان حرمه الله مثلا نعمة اللسان، وأنت أعطاك اللسان، فيجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى فيما وهبك وفيما أعطاك. إذن ولن يكون ذلك إلا إذا اعتبرت بأن الألسن عليها مسؤولية وعليها رقابة، وأن هنالك ملائكة يكتبون ويحصون ما وهكذا. نعم، أحسنتم، جزاكم. ولعل هذه النقطة نجعلها يعني محور حديث لما هو آت، أنه يعني حقيقة ليس الإنسان حر طليق كما يقول بعضهم، يعني فهنالك وازع من الدين يمنع مثلا، وهنالك أيضا يعني الملائكة، وهناك أيضا الإنسان حقيقة أيضا يراعي مجتمع، يراعي السامعين، يراعي الأذواق. لعل لو أشرتم لنا على أن الإنسان يكون حاضر أنه ما يقوله ليس يعني هكذا يلقيه جزافا. بارك الله فيكم. وطبعا فكرة الحرية المطلقة للأسف الشديد هي فكرة اليوم تقريبا تضج بها الوسائط وتعظمها الحضارة الغربية. اليوم يقول لك والله الحرية الحرية الحرية، لكن نحن لا بد أن ندرك بأن هنالك ثلاثية كثيرا ما أشير إليها في برامجي هنا في قناة سلام. نعم. وهو الثلاثية القائمة على فكرة الواجبات. نعم. والحرمات والحريات. هذه الثلاثية تجعلك دائما في حالة من الانضباط، فهنالك حقوق وواجبات، وهنالك حرمات، وهنالك حريات. جميل. والأساس عندنا نحن فكرة الحق والواجب أساسية، بمعنى الإنسان يلتفت إلى قضية الحقوق وقضية الواجبات. هنالك منح وأشياء منحك الله إياها، فالله عز وجل منحك الحياة ومنحك الرزق ومنحك القوة وأعطاك على كل التملك في أشياء كثيرة جدا، ومقابل ذلك أيضا هنالك واجبات يجب أن يقوم بها الإنسان
تجاه مجتمعه، تجاه ربه، تجاه نفسه. فبالنسبة لنا هذه الثلاثية أساسية. أنا عندي واجبات أقوم بها، نعم. وعندي حرمات التزمها، بمعنى هي ما هي المحرمات التي يجب أن لا أقتحمها، مش كده؟ نعم. فحرم الله سبحانه وتعالى علينا الإشراك بالله وعدم توحيده، وحرم علينا عقوق الوالدين، وحرم علينا قتل النفوس، وحرم علينا الفواحش ما ظهر منها وبطن، حرم علينا أكل أموال اليتامى ظلما، حرم علينا أكل الربا، حرم علينا البيوع الفاسدة والخداع في الموازين إلى غير ذلك مما حرمه الله سبحانه، مما نسميه أو يسميه القرآن الكريم بالصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم. إذن الحرمات هذا منطلق. فالذين يتكلمون عن الحريات المطلقة لا يتصورون هذه المساحة. حصل؟ فمثلا نأتي إلى اللسان. اللسان عليه واجبات، يعني أول واجب أن يشهد أن لا إله إلا الله مثلا، مش كده؟ هذه واجبات. ومن واجباته أن يذكر الله، ومن واجباته أن يقرأ القرآن، ومن واجباته أن يصلي ويذكر الله في صلاته، ومن واجبات إلى غير ذلك. هذه واجبات. طيب هل على هذا اللسان حرمات؟ نعم عليه حرمات. يا سلام. كده؟ أول حرماته أن لا يقول على الله بغير علم، لا في ذات الله ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا إلى غيره. ولا تقف ما ليس لك به علم. على هذا الإنسان في حرماته أن لا يكذب. جميل. في هذا اللسان من حرماته أن لا يغتاب الناس ولا يسعى بالنميمة. في حرماته كذلك قول الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. مش كده؟ نعم. من حرماته كذلك حمل الفتنة بين الناس والسعي بينهم بالمنكرات إلى غير ذلك. فهذه مساحة حرمات. هذا فقط اللسان الآن، لاحظ هذا اللسان الذي نتكلم. فالذي يتكلم عن الحريات هي المساحة الأخيرة، يجب أن يراعي الأمرين الأولين. هذه في فلسفة الإسلام. التصور المادي للأسف الشديد تصور مقلوب. سبحان الله. فقدم الحرية، فجعل الحرية هي القيمة الأعلى. الحرية هي القيمة الأعلى، وبالتالي يقول لك والله يا أخي من حقه أن يتكلم، من حقه كذا، من حقه كذا، من حقه كذا. إيش حر. ثم يجعلون بعد ذلك والله يا أخي ما لم يضر الآخر، فيبقى في قصة ما لا يضر الآخر. لا، القضية ليست كذلك. القضية ليست كذا. ما يضر الآخر نفسه محدد في الشريعة سلفا. محدد في الشريعة ما هي الأشياء التي ستضر بالآخرين. يعني مثلا أن أكذب مجرد الكذب، وأبث الحقائق أبث الأوهام الكاذبة بغض النظر تضرر منها أناس أو لم يتضرر، الشريعة تحرمه. لاحظت؟ لماذا؟ لأنك تجعل الناس يعيشون في الأوهام من خلال أن تبث الإشاعات والأوهام الكاذبة والتصورات وعالم السحر وعالم الشعوذة وإلى غير ذلك من الأشياء التي تبث في المجتمعات بغض النظر تضرر منها الناس، لكن في ذاتها منكرة. وبالتالي نحن نتكلم هنا عن قضية إنه والله اللسان صحيح أنت عندك الحرية، ولكن هذه الحرية يجب أن تدرك أنها حرية منضبطة تسبقها أشياء وتعقبها أشياء. وأيضا في مساحة المباحات عندك بعض المباحات حتى وهي مباحة يجب أن لا تفعلها إذا كانت أيضا والله لا تنتفع منها في ذاتك ولا في غيرك. هذه كلها من الأشياء التي لابد أن تنضبط. وهنا تحديدا خلينا نقول بأنه خصوصا نوجه النداء لشبابنا في السوشيال ميديا، سواء في وسائط التيك توك أو كان في اليوتيوب أو كان في الفيسبوك. للأسف الشديد اليوم نحن نعاني من ظاهرة الانفلات في الألفاظ. تجد الناس يشتمون بعضهم بعضا، يشتمون قبائل بعضهم البعض، يشتمون أمهات بعضهم البعض، أبهات بعضهم، حتى تقول بأن والله يا أخي هل هؤلاء الشباب خرجوا من ذات المجتمع الذي نعرفه؟ هذا المجتمع العفيف في لسانه، العفيف في ألفاظه، العفيف في أخلاقه. وأنا عارف المجتمع الإريتري يعني حرص جدا في ألفاظه وعباراته، وعنده التقدير المطلق للآخر، ويحرص حتى في ألفاظه أن يستخدم دائما ألفاظ التعظيم. نعم. ولا يحاول أن يحقر الناس ولا يحاول أن فأنت عندما تنظر اليوم إلى هؤلاء الشباب تشك بأن والله فعلا هؤلاء خضعوا إلى حالة تربوية حقيقية. كما تفضل، إذا كان والله هو ما خاف الله عز وجل، يا أخي هنالك أيضا قانون العيب صح التعبير. قانون العيب يعني مثلا يعني هند رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله ولا يزنين، قالت وتزني الحرة، فهي
كانت تنظر إلى أنه من قانون العيب عندها بغض النظر حلال حرام، تتصور أن الحرة لا تزني. يا سلام. بنفس الطريقة يعني أنت الآن كما تفضل ابن لمجتمع وتنتسب لأسرة وعندك كيانك الخاص، ومهم جدا هذه الحالة كلها أن تراعى. هذه الحالة، لكن نحن نقول الأولى والأفضل وأن تكون مأجورا وأن تكون مسؤولا وأن تكون إن شاء الله مما يحسب ذلك في ميزان حتى أن تنطلق من قاعدة الخوف من الله عز وجل. يا سلام. القاعدة الأخلاقية. جميل. وهو أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني سيجازيني، إذا أحسنت فستكون لي الإساءة وإن أسأت فستكون لي الإساءة، مش كده؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مش كده؟ فهذه المسألة أنا أقول شبابنا على وجه التحديد ننبههم بأن والله محتاجين في هذه المرحلة التاريخية أن ننظر إلى ألفاظنا. ربما كلمة تشعل السوشيال ميديا ويظن صاحبها بأنه بلغ ما شاء الله الترند، ولكنه قد يكون هذا الترند ترند إلى جهنم وليس إلى جنة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قد يكون ترند تقوم بسببه البغضاء والشحناء، وتقوم بسببه الحروب، وتقوم بسببه العداوات. هذه المسألة لا بد أن ننتبه إليها. ونحن ندرك أيضا بأنه للأسف الشديد هنالك اليوم الكثير من الغرف المظلمة والغرف التي تديرها للأسف الشديد شبكات إجرامية، سواء كانت والله حكومات أو منظمات أو أفراد. الهدف منها هو إضعاف هذا المجتمع وتفتيت هذا المجتمع وتفكيك هذا المجتمع، لأن في تماسكه وفي وحدته وفي العمل مع بعضه البعض سيؤدي ذلك إلى قوة هذا المجتمع، وبالتالي تضعف سلطان الآخرين عليهم. فلا بد أقول بهذه المناسبة على شبابنا أن ينطلقوا من آيتين في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى تقول وقولوا للناس حسنا. جميل. هذه آية الله سبحانه وتعالى يريد من الناس جميعا. نحن كمسلمين يقول قولوا للناس، ما قال للمؤمنين فقط، كل الناس. ما طالبك الله سبحانه وتعالى أن تقول للمسلمين حسن وتقول للكافرين لا، كل الناس، كل الناس. يا لا تقول إلا الحسن، لأن الله. هذه طبيعة دينك، هذه طبيعة التزامك، هذه طبيعة أخلاقك. لأن الكلمة التي تقولها تعبر عنك، تعبر عن هويتك، تعبر عن دينك، تعبر عن ثقافتك. فالذي ينظر إليك ويستمع إليك سيحكم من خلال هذه الألفاظ على المجتمع كله، وسينظر إلى هويتك بكل أبعادها. هذه هي وقولوا للناس حسنا. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لاحظ ما قال قولوا حسن هنا في الآية الثانية، تجاوز إلى ما هو أحسن. بمعنى إذا هنالك كلمتان الأولى حسنة والثانية أحسن، قال لك إذا بالأحسن. لماذا؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني الشيطان كأنما مدخله إلى الفتنة، مدخله إلى إشعال الحروب، مدخله إلى تفتيت المجتمعات، مدخله إلى تدابر القلوب الكلمة. هذه الكلمة، هذه الكلمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب كلمة لا يلقي لها أحدكم بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها 70 خريفا في جهنم. مع أن هذه خصصها العلماء طبعا ذات الإمام عبد البر وغيرهم من العلماء بأنها تلك التي تقال في مجالس الأمراء، وربما يروح ضحيتها شخص بسبب كلمة. يعني شخص يكون في مجالس الظلمة والمجرمين فيسأل عن شخص فيقول فلان كذا ولا يبالي، هذه الكلمة تؤدي بأنه والله يقتل بها شخص. لاحظ هو ما كان متصور هذه الأبعاد وهذه المرامي. لكن هذه مهم جدا في قضية وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. طبعا في ملمح جميل جدا في يقولوا التي هي أحسن، كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك والله قبل أن تتلفظ أجري الاختيارات في ذهنك. يا سلام. أجري الاختيارات في هذه اللفظة. هذه طبعا فيها فائدة. أول شيء إنه الكلمة لا تخرج إلا وقد درست. جميل. وقد عرفت أبعادها ومراميها ومآلاتها، هل ستؤدي إلى خير ستؤدي إلى شر. ثم أيضا تذهب إلى المستوى الأعلى، إنه والله هي صحيح بالمستوى الأدنى تؤدي الغرض، لكن بالمستوى الأعلى، بالمستوى الأدنى قد تؤدي إلى العدل، وبالمستوى الأعلى قد تؤدي إلى الإحسان. الله عز وجل اذهب إلى الإحسان، يقول التي هي أحسن، وهكذا. فنحن إن شاء الله من خلال هذه البرامج نريد أن نقول بأننا في مرحلة حرجة جدا، واليوم الوسائط مفتوحة لشبابنا ومفتوحة كذلك لرجالنا ونسائنا وغير ذلك،
والكل للأسف الشديد يدخل إليها أحيانا ويتصور يوميا، يعني يطلع على اللايف كما يقولون ويحاول أن يسيء إلى الناس، أحيانا يسيء إلى القبائل، يسيء إلى الأفراد، وهو للأسف الشديد لا يبالي بما يقول. وهذه طبعا واحدة من الأشياء التي يحاسب عنها الإنسان في هذه الدنيا ويحاسب عنها كذلك في الآخرة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على يعني هذا الإيضاح الطيب، ويعني حقيقة الشعور ب يعني ما تؤدي إليه يعني الكلام وأداة اللسان. جاء في الحديث الشيخ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن الآن وقفنا على يعني هذه الظاهرة المؤلمة من التنابز ومن الشتائم وكذا، المتلقي يعني كيف يمكن أن يكون يعني حقيقة أحسن من هذا الذي ابتلي بهذا؟ يعني هل بعض الناس ربما شتم، فأيضا هل يعني له أسلوب يمكن أن يعامل بهذه الحالة، أم أنه تظل القضية ساحة يعني هذا التنابز والشجار الذي في الأخير الطرفان هم يعني الخاسر فيه؟ بارك الله فيكم. الله يجزيك. طبعا هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا التي سبحان الله ترتقي بالإنسان في أخلاقه. يا سلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا يعني كأنما الشريعة تقول لك والله يا قبل أن تقول قولا أو تفعل فعلا اسأل نفسك هل أنت تحب هذا القول أو هذا الفعل أن يصدر من غيرك تجاهك؟ هذا المعيار العدل. يا سلام. سبحان الله أنت في مختبر. كل كلمة أو كل فعل تحبه لنفسك من الآخر غالبا مقبول، لأن الإنسان لا يحب لنفسه الإساءة ولا يحب لنفسه الظلم ولا يحب لنفسه العدوان، ويحب أن يعامل بالتكريم والتوقير والاحترام، مش كده؟ فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والله يا أخي لن تبلغ تمام الإيمان وكمال الإيمان حتى تحب لنفسك ما تحب لأخي. هذه أول هذا النقطة الثانية أيضا طبعا الشريعة يعني عند العدوان أباحت لك رد العدوان، وهذا المستوى مستوى رد العدوان هو العدل. فإذا سبك شخص يجوز لك أن تسبه دون أن تتوسع، تسبه، هذا العدل. فالذي يريد أن يقف عند العدل ضربة بضربة، مش كده؟ نعم. سبة بسبة، كلمة بكلمة دون زيادة. يعني حتى مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لو أن شخص وقع في حد فجلد 100 جلدة، ثم بعد أن جلد وهو خارج قال له شخص يا كلب، فقد ظلمه، أنه أخذ حقه. هذا الذي جلد أخذ حقه شرعا. فأي محاولة للإيذاء الجسدي أو المادي أو اللفظي هذه تعتبر جريمة. لاحظ يعني أي مدى الشريعة. فأنت مثلا شخص قال لك كلمة في شخصك، لا تعتدي على والده ولا على أمه ولا على قبيلته ولا على أصحابه ولا على بلده، كل هذا لا معنى له، كل ذلك يدخل في العدوان والظلم. فإذا الشخص الذي رأى أنه والله أسيء ولم يحتمل ويريد أن يأخذ حقه، نقول له والله لا يجوز لك أن تزيد عما قيل لك. جميل. وفي الشخص المحدد. ولكن هل الشريعة تحثك على ما هو أفضل؟ نعم، الشريعة تحثك على ما هو أفضل. يا سلام. كيف؟ وهو أنك تعفو وتصفح. يا سلام. أو أنك تتجاهل وتتغافل. جميل. هذه من الأخذ. لكن طبعا هنا في موضوع التغافل وفي موضوع التغافر وفي موضوع كذا، الشريعة تحاول أيضا أن تقول لك والله هذا الذي تعفو عنه يجب أن يكون أهلا للعفو. أن بعض الناس لابد أن يؤدب. سبحان الله. لابد أن يؤدب. فبعض الناس مثلا لا يصلح أنك أن ترد عليه بالإساءة، قد يكون الأفضل أن تردعه بالقانون. ممكن تردعه بالقانون. حتى لماذا؟ لأنه والله من خلال التتبع والرصد هذه الشخصية من النوع الذي لا يصلح معه أبدا حتى الرد اللساني، فلا بد أن يقاوم. لا، من بعض الناس أن يصلح معه، وبعض الناس إذا سكت عنه وتغافلت عنه أو حاولت أن تتجاهله ولا تعطيه قيمة قد يكون هذا هو الأفضل. سبحان الله. كده؟ نعم. على كل يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتسامح وأمرنا أن نتغافر وأمرنا العفو، وخصوصا عندما يكون هنالك شخص أخطأ فجاءك معتذرا أو جاءك
تائبا أو جاءك وهو يريد منك العفو والصفح، فهنا الشريعة تذهب بك إلى السماح وإلى الإحسان وإلى الفضل، لاحظت؟ ولا تقف عند محطة أخذ هذه كلها من الآداب التي على كل تراعيها الشريعة. ولكن كما قلت بعض العلماء نبهوا إلى أن العفو لمن هو يعني استمرأ الشر واستمرأ الفحش واستمرأ اللعن، فإن ذلك قد لا يصلح معه أن تعفو عنه. هذه لابد ينص عليها قضية العفو عند المقدرة إلى غير ذلك. وهنا ننبه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللعانون لا يشفعون يوم القيامة ولا يشهدون. حديث في صحيح مسلم، حديث عجيب سبحان الله. هؤلاء الذين يلعنون ويسبون ويسخبون وكذا، يوم القيامة الناس سبحان الله تتطلع إلى مقامات الشفاعة وتتطلع إلى مقامات الشهادة على الناس. هؤلاء يحرمون منها بسوء أخلاقهم، لأن سيء الخلق لا يمكن أن يكون شفيعا ولا يمكن أن يكون شاهدا، لأن الشهادة هي مقام أهل العدل ومقام أهل التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، مش كده؟ فهذا الذي ذهب في اتجاه العدوان واتجاه الظلم من خلال اللسان لا يكون شاهدا ولا يكون شفيعا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. هنالك ما يطلق عليه يعني الصمت الإيجابي أحيانا، يعني كيف يكون هذا الصمت؟ يعني أحيانا ما هو الإنسان هل في كل ما يقال يشارك، أم هنالك مشاركة فعالة فيما يدور من هذه التواصل أو المجالس قد يحضر قد يكون فيها ما يدعو إلى الكلام أو الصمت؟ حبذا لو أنه البعض يميل إلى أن حقيقة ينأى بنفسه ربما من ما يعني، فبما نوجه في مثل هذا الموقف فضيلة الشيخ؟ طبعا نحن في عالم الوسائط، طبعا الكثير من الناس للأسف الشديد دخلت إلى هذه العوالم وهي ربما لم تتزود بما يلزم من أحكام شرعية في مثل هذه القضايا. فمثلا عندما يكون هنالك مقالة فحش أو إيذاء أو ترويج لشخص أو تشويه له، بعض الناس للأسف الشديد تقوم وتطير بهذه المقالة ويعملون لها إلى أن تبلغ الترند كما يقولون يعني. هذا النوع طبعا هو مما يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فبعض الأشياء من العقل ومن الحكمة ومن الأخلاق ألا تنشرها وألا تتجاوب معها وألا تذهب، خصوصا عندما تكون هي والله واضح فيها أنها حالة إيذاء وحالة تشويه متعمد وحالة تقصد لإسقاط شخص بعينه. ما هذه كلها لا بد أن لا تساهم فيها، فإما أنك والله ترد عليها وتدافع عن المسلم الذي حصل له هذا الإيذاء أو هذا الفحش أو هذه الإسقاطات، وإما أنك تقتلها بالصمت عليها وعدم التجاوب معها. وكما تفضلت أحيانا بعض الأشياء كان السلف يقتلونها بالصمت عنها وعدم ترويجها، لأن بعض الأشياء قد تكون والله مثلا يعني شخص مغمور ويريد أن يشتهر من خلال مثلا أنه والله يسبه للناس، يعني بعض الناس يتطاولون على العلماء على المشايخ على الدعاة على كذا، وهو يريد أن يتحول إلى ترند كما للأسف الشديد اليوم تقريبا بقت هذه واحدة من الظواهر الغريبة جدا. هذه طبعا بعيدا عن الصفحات التي هي أصلا صفحات مشبوهة وتريد مثلا أن تعمل على إسقاط أهل الخير وإسقاط أهل العلم وإسقاط أهل الدعوة، هذه لحالها. لكن أنا أتكلم بعض الشخصيات التي والله تتكسب من خلال هذا النوع من الترويج. فهذه كلها من القضايا التي لا بد من الالتفات إليها وألا يكون هنالك تجاوب معها. لماذا؟ لأنك ستكون مشارك في الإثم ومشارك في العدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعدوان هو أن تتناول الآخرين، والإثم هو أن تكون هنالك ذنب واضح يتم المشاركة فيه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني يمكن من الأمور المهمة ونحن نمضي في نهاية حديثنا في هذه الحلقة مما حقيقة يجب يعني حقيقة ضبطه والانتباه إليه، وهو قضية يعني الغضب وقضية التسرع. يعني بعض الناس ينفعل لأمور ربما يعني ما التوجيه السديد فيما يثيرك أو فيما يغضبك، حتى يعني لا تكون في هذه الحالة أنت النفسية، بدلا من أن تعالج قد تزيد كما يقال الطين بالله. يعني فلو وجهتم يعني المتلقين سواء للكلمة أو لما يقرأ، جزاكم الله خيرا. هو حقيقة من خلال التتبع لهذه الظواهر
نعم. والمناطق التي تصدر منها، تلاحظ بأن هنالك مشكلات كبيرة جدا وأزمات يمر بها الشباب. بعضهم سبحان الله تجد أنه يعاني فراغا دينيا هائلا، فهو مثلا لا صلة له بالله سبحانه وتعالى، لا من حيث الصلوات ولا من حيث تلاوة القرآن ولا من حيث الالتقاء بأهل العلم ولا بحيث أيضا الاستفادة من البرامج التي يستطيع أن يرتقي بها، فعنده إشكالات. على كل يعيش في نوع من الفراغ ونوع من الاستياء العام، فهو تجده مستاء من حياته كلها. سبحان الله. وجزء من هذا الاستياء بعض الناس يحاول أن يحمل المجتمع، بعض الناس يريد أن يحمل هذا المجتمع. وبالتالي أنا عموما قراءتي، لأنه بعض الشخصيات التي تظهر في السوشيال ميديا ويريد أن يظهر في اللايفات وتجده ساخطا صاخبا لاعنا هماز نماز، يعني نمام، هذا النوع تأكد أنه ورائه إشكالات هائلة جدا يحتاج إليها. فهو محتاج ابتداء أن يحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى، محتاج كذلك أن يرتقي بنفسه. يعني بعض الناس تعود انه والله كل مشاكله يحملها ايه؟ حمل المجتمع، ويقول لك والله المجتمع ما فعل والمجتمع. فلا احد من المجتمع سيحل مشكلتك اذا لم تعمل على حل مشكلتك بنفسك. اخرج شوكك بنفسك، مش كده؟ اصابتك شوكه يجب ان تخرجها انت بنفسك. فعلى كل، اذا اردنا ان نحلل الظواهر التي نراها، هنالك اشكالات كبيره جدا على المستوى الديني وهنالك اشكالات على المستوى الدنيوي. كثير من هؤلاء تجد انه والله مثلا ليست لهم اعمال يقومون بها، يعني ما عنده دوام مثلا، هو جالس 24 ساعة، وقد يتلقى مثلا من دولة من الدول والله ما يأكله ما يشربه مدينه سكن، وبالتالي يعيش في فراغ. هذا الفراغ يحاول أن يملأه بما هو يعني عدوان على الآخرين إلى غير ذلك. فعلى كل، إذا ذهب الإنسان المسلم في ملء فراغه بما هو خير، في محاولة الارتقاء إلى معالجات النقص الذي عنده، إلى محاولات ملء فراغه بالعمل الصالح والاتصال مع الناس ومتابعة أهل العلم ومتابعة القرآن الكريم، جميل. هذا سيكون بطبيعة الحال يعالج حالته النفسية ويكون أكثر اتزانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شخص قال أوصني يا رسول، قال لا تغضب. وخصوصا هنا كلمة لا تغضب تكرارها كأنما النبي صلى الله عليه وسلم لمس في هذا الشخص أنه شخص غضوب، وأنه قد يؤتى من هذه الصفة. يعني بعض الناس أزمته هي أزمة غضب، يخرج فلا يعرف ماذا يقول ولا يعرف بما يتكلم، يقول لك والله أنا كنت في حالة غضب. يا أخي تحكم. لماذا؟ عندما تكون والله أنت أسير لردات الفعل، هنا أنت تفقد الحرية التي تتكلم عنها. يعني الآن مش بيقول لك أنا حر، هو في حقيقة ليس حرا. أنت أسير لردة فعل دفعك إليه شخص آخر، فكيف تزعم الحرية؟ أنت لست حرا. فإذا كل هذه القضايا لا بد من الالتفات إليها، وأنت تحاول أن تضبط نفسك. هذا الضبط جزء منه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظمها. أن الإنسان يدرك بأن والله يا أخي مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان أيضا مسؤول أمام مجتمعه، عندما يدرك بأن هذه الكلمة التي يقولها بأن والله ستكون مفيدة للمجتمع وليست مفيدة للمجتمع، مسؤول أمام نفسه بأن والله إن أحسنتم إيه؟ لأنفسكم. فإذا أدرك الإنسان بأن والله هذا الإحسان في الألفاظ والإحسان في الأقوال والإحسان في هذه، إذا أدرك أن ستنفعه هو، حينها سيدرك تمام بأن والله ليس من مصلحته بأي حال من الأحوال أن يجعل لسانه منطلقا في إيذاء الآخرين وفي الحديث عنهم أو في الفحش أو في اللعن أو في السب أو الغيبة أو النميمة. أو بعض الناس يستمتع للأسف الشديد بأن والله هاجم اليوم فلان وفضح اليوم فلان وفعل اليوم، هو يتصور بأنه بذلك. فعلى كل العمدة في الموضوع هو كيف الإنسان يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر عظمة الآخرة. والله عز وجل أمرنا بأن نتقي الله عز وجل وأن نتقي الآخرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأمرك الله تبارك وتعالى أن تتقي هذا اليوم وأن تحذر منه وأن لا تتورط بما يجعلك بين يدي الله سبحانه وتعالى وأمام أعمالك. اقرأ، الله سبحانه وتعالى يقول لك اقرأ كتابك، وبالتالي ستجد كل ما فعلته صوتا وصورة كما يقول. لا إله إلا الله. لعلنا نختم فضيلة الشيخ جزاكم الله خير بهذه النصيحة
الطيبة المباركة، وأن يعني نتذكر مما سمعنا أيها الأخوة والأخوات المستمعون والمشاهدون الكرام، أن الإنسان حتى حقيقة يعني يضع للأمر مقامه وهو يتحدث عن، كما تفضل فضيلة الشيخ، أن يتذكر يعني عظمة الله عز وجل، وأن يعرف كذلك عظمة يعني الآخرة وما هو مقدم عليه. فلسنا هنا في حياة أبدية نفعل ونقول ما نشاء، وإنما يعني إننا محاسبون وعلينا رقيب عتيد وكل شيء مسطر. فلننتبه يعني ما نتحدث به وما نقول، حتى إن شاء الله تعالى نحافظ على مقامات ما ينبغي الحفاظ عليه من مقام الله عز وجل ومقام الدين وحقوق الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذا الطرح العلمي وهذا الطرح التربوي، وأن تكون حقيقة قضايانا الكبرى حاضرة في ما نطرح وما نقول، ونترفع ونرقى بأنفسنا وبمجتمعنا حقيقة إلى الهموم الكبرى، لا هذه يعني الأمور اللي تجعل بين الفئة وبين المسلمين يعني بعضهم على بعض. إنما همنا يكون كيف نعزز أخوتنا، وكيف نقوي صفنا، وكيف نكون مجتمع معافى يرفع يعني ما عليه من الهموم ومن الأمور الكثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله دائما أن يجعلنا في مقامات طيبة عالية، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.